أن يتأخر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يأتي معنا لأن ميعاد الطيارة بعد 3 ساعات. فقلت له انتظر، لا تقل ابقى الرسول معنا هذه الساعات الثلاث. فدخلت في المطار وجلست بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنام النبي على قدمي وقد دلكت رأسه وهو على أرض مصر، ثم بعد ذلك رأيت أني أنام على مكان، فدخل الرئيس محمد مرسي ونام على مكان بجواري. والله الذي لا إله إلا بعد رؤية رسول الله في منام واحد. ثم قمت بجوار الرئيس وهو نائم فانتفض وقال لي لماذا تقوم؟ كأنه يقول استرح. قلت له أريد أن أحرسك. والله قال لي كلمة عجيبة ورفع يده وقال الله كافينا، الله كافينا، الله كافينا. أقسم بالله أنه قال ذلك في المنام. فقلت له إن كان لرسول الله حرس، كان لرسول الله سيدنا سعد وكان يحرسه. فضحك